ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. وخلاص بقى فكنا من فيديوهات الريلز دي ونرجع بقى للمحتوى بتاع مسلسلات رمضان. عملنا بودكاست خفيف كده، ويا رب فعلا يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم. اسمه حجرين فن، وده المبرر اللي موجود في الفيديو. الحجر اللي هو اللي بتاع الشيشه ده مش حاجه يعني مش غلط، بس ده بس عشان نعمله علامه للبودكاست. يا رب فعلا البودكاست يعجبكم، ويا رب كل الناس اللي عجبها معايا فعلا تكون خفيفه على قلبكم وانا اولهم. ويا رب يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. طيب نبدا بولايه الحشاشين. يلا بينا على ولاية الحشاشين. النبي السلي ده السلي. فاهم؟ يلا زي الفل. بس انت شايف يعني انطباعك الاولي بعد ما شفت البرومو والكلام ده، انت شايف المسلسل ايه؟ بص، بالنسبه لي مسلسل حشين هو كده كده من هو بيتحضر او من هم بيعلنوا عنه الموضوع. اصلا انت عارف كريم عبد العزيز وبيتر ميمي بالظبط. اسماء تقيله، فكده كده انت هتشوف حاجه جامده جدا مع البروم. فالموضوع راح لسكه حلوه قوي، سكه حلوه قوي، ده كل حاجه. زياده كمان اللي هم بقى لهم يعني من 2019 اعلنين عن المسلسل اصلا، وكمان بداوا تصوير فيه من كام سنه. بالظبط. الموضوع يعني هيبقى نوعا ما اللي هو خد فتره. موضوع لذيذ. الموضوع خد وقت والانتاج بتاعه كبير كمان. ايه شايف اللي هو موضوع اللي هم يصوروا في اكتر من دوله ده حلو، اللي هم كانوا يركزوا مثلا في مكان واحد وان هو يحاولوا اللي هم يطوروا فيه؟ لا، هو ممكن يكون حلو لسبب، لان اللوكيشن هو اللي بيحكم عليه. ده ممكن يكون هو مش قادر يوفر لوكيشن اللي يروح بيه في دولة تانية، فمثلا هيصور بيه في قشطة، مش مشكلة هيصور بره تمام. بس اللي انا شايفه من البرومو موضوع لذيذ كتصوير، لذيذ كتصحيح الوان، لذيذ انت تشوف كريم عبد العزيز بقى. بالظبط. انت كريم عبد العزيز بالذات، واول دور فيلن في حياته، يعني اول دور شرير فعلا في حياته، ما عملش دور شرير قبل كده. فدي حاجه يعني دي حاجة حلوه، اللي هو تبقى حاجه جميله فعلا. لا، والجميل ان انت فتحي عبد الوهاب كان عايز يعمل الدور بتاع حسن الصباح اصلا وبداية حياته. يعني هو اصلا من الاول كان فتحي عبد الوهاب اللي عاوز يعمل الدور ده اصلا. اصلا فان هو يبقى شغال في المسلسل وكريم عبد العزيز بيعمل الدور، فالموضوع لذيذ والدنيا. الموضوع اللي هو تحسهم عاوزين ينافسوا بعض، اللي انت اصلا فتحي عبد الوهاب لو تخيلته بيعمل الدور فهو الدور هيليق عليه اصلا، يعني فاهم اللي هو معروف سيدي. بالظبط. هو فتحي عبد الوهاب معروف بالادوار اللي هي الفيلن بتاعته، فاللي هو يعمل حسن الصباح هو عنده نظره حتى في عينه بيعرف يوصلها لدور الشرير او الحاجات دي. كمان في عبد الرحيم كمال اللي يعمل موضوع جزيرة غمام. بالظبط. والنوس. لا، جزيرة غمام ده فعلا مسلسل جميل. نتمنى ان شاء الله ان مسلسل الحشاشين يوصل بينا للتوقعات اللي احنا فاكرينها واللي احنا حاطينها فعلا، ما يبقاش كله انتاج ويبقى تصوير وكادرات وبتاع، في الاخر نلاقي الاداء التمثيلي صفر. بس ان شاء الله نشوف حاجه تليق بالجمهور المصري ونشوف حاجه تليق بالدراما المصريه. بقول لك ايه، الولعه بتاعت الحشاشين كانت تقيله قوي قوي. كريم بيهزر. يعني فاهم الكاست، يعني كاست وتصوير ما مش تعال نختار حاجه خفيفه كده، حاجه في الرايق، حاجه خفيفه. لا، دي حاجه خفيفه. معلش مع ملوك الجدعنه الجزء الثاني، معلش. ده احمد خالد موسى. احمد خالد موسى بقى ملوك الجدعنه بتاع. يلا زيزو شير العتاوله بقى، ما اكدبش عليك، من اول ما شفت البرومو الصراحه حسيت ان هو ملوك الجدعنه. من اول ما شفت الكاست وكمان شفت المخرج احمد خالد موسى اللي هو عامل ملوك الجدعنه وعامل بابا المجال لمصطفى شعبان، فما اضحكش عليك، انا فعلا لما شفته ما رضيتش ابني سقف طموحات عالي، لان فعلا قلت هما بينحتوا ملوك الجدعنه بيعيدوه من اول وجديد. هو مش تبني سقف طموحات عاليه، بس هم كانوا موصلين يقبلوك ان هو الكاست نفسه تقيل. هي الفكره اللي الكاست تقيل. فانت عندك حتى لو العتاوله فعلا عاملين جزء تاني من ملوك الجدعنه، فانت كانك شلت مثلا عمرو سعد ومصطفى شعبان وحطيت طارق لطفي واحمد السقا، انت بتجيب مين السما للارض فعلا. باسم سمره ايه يا عم؟ لا، هو باسم سمره ده طبعا، انت باسم سمره حاطينه بدل عمرو عبد الجليل في ملوك الجدعنه، فانت عندك برضه هو عامل نفس التشكيله. بالظبط. هو فعلا عامل نفس التشكيله، بس الفكره اللي هو يعلى بالليفل بتاع الممثلين. هي مباراه تمثيل بس في اطار شعبي، والواحد بدأ يزهق من اطار الشعب، بس عشان دول، فانت هتبقى مضطر ان انت تتفرج. انا لاحظت حاجه الفتره الاخيره اللي الممثلين نوعا ما اللي هم بيبتدوا يعني يختفوا عن الساحه، اللي هم بيفكروا يرجعوا للمجال الشعبي تاني بحيث ان هم يجذبوا الشعب. يعني مثلا واحد زي احمد العوضي في الاول، لا ده هنجيله. فده هنجيله في الاخر، بس قصدي ان هم بيتبعوا نفس الطريقه. يعني مثلا احمد السقا كان ابتدى يختفي فعلا من الشو عامه الفتره الاخيره، فرجع بجوله اخيره ابتدى بقى يخش في العتاوله وجو شعبي وبتاع عشان يتقرب من الناس اكتر. بالظبط. بس انا في نقطه، هو الخلطه الشعبيه مش زي الاول، يعني هي بتتعمل بشكل اللي هو ايه ايه الكلام الدنيا فاهم، مش عارف رايح جاي ايه على الله حكايتي يا ست. عارف انت اللي هو في شويه حاجات كده هو بيبقى فاكر ان ده الشعبي، هم تقريبا ما بينزلوش
مناطق او على الاقل ده الشعبي في 2012 مثلا. ممكن هو حاليا ده ما بتشوفوش في الشارع بالظبط، يعني الشارع اتطور عن كده، الشارع دلوقتي كلام التكاتك بس. يعني هو فكرة فاهم انت اللي هو الزوم دي خلاص الموضوع بقى رخم قوي. بالظبط. بس نوعا ما انا برضو لما شفت البرومو حسيت ان هم بيعملوا في المسلسل جو اللي هو ايه، مره بيعملوا فلاحين ومره بيعملوا صعايده اللي هم غالبا بيهربوا من جريمه قتل برضه او حاجه، فبيتنقلوا مثلا من محافظات. انت ايه رايك اللي انا من البرومو بيقولوا مثلا ان هم كانوا بيهربوا من جريمه او بيعملوا عمليات نصب، زي مثلا الفيلم اللي هو بتاع احمد عيد واحمد رزق اما كانوا بيعملوا اللي هو كان اوعى وشك، اللي هم كانوا بيعملوا عمليات نصب في مناطق، فمره يعملوا صعايده ومره يعملوا فلاحين، مره يعملوا اللي هم اعداء. فانت ايه رايك في حاجه زي كده؟ لا هتبقى زي اوعى وشك هتبقى حلوه بالظبط، بس اوعى وشك كان طابق كوميدي، فهي دي الفكره. لو زي اوعى وشك هيبقى الموضوع في اللذيذ، بس هو اكيد مش هيبقى كوميدي يعني، هو ده باين. بس هو في كام فيه كده اللي هو بتاع الدخله دي انا شفتها في ابراهيم الابيض. هما بيحاولوا يعملوا اسقاط، فاهم؟ هو بيعمل اسقاط على حاجه لا ان هم اشتغلوا مع بعض. بالظبط ايوه ما كانوش شغالين مع بعض. بالظبط، كان في عداوه اصلا بينهم في الحياه، يعني كان في خصومه كبيره ما بينهم. بس ده كده مسلسل عتاوله. فعلا نتمنى ان العمل ده بقصه التمثيل التقيل يكون المخرج قدر يوظفهم كلهم صح ويطلع لنا فعلا تحفه فنيه، ما يبقاش مجرد اللي هو جايب ناس بتمثل ومش عارف يظبطهم او مش عارف يوظفهم مع بعض. بقول لك ايه، بلاش بقى حجر، تعالى نفصل بقهوه، ده كده هيجي لنا الربو ولا حاجه. على حسب المسلسل نفصل لا عتبات البهجه كده كده الحجر بتاعه يبقى خفيف، بس نفصل بقهوه. لا عتبات البهجه ايوه والله بجد ما تقلقش والله، انت بتزودني وتوديني. ما تقلقش والله، نشرب بس شويه قهوه نفصل بيهم وفكك من حجر الشيشه دلوقتي. ماشي. المسلسل اللي بعده هو مسلسل عتبات البهجة ورجوع كريزة الدراما المصرية يحيى الفخراني بعد غياب 2 من ساعة مسلسل نجيب زي زركش. مسلسل زي عتبات البهجة، انا عارف انت الاجواء اللي هو بيت جدتك اللي هو تصحى في الفجر كوباية اللبن المغلية بقى وتصلي الفجر معاها والشغل ده. فعلا المسلسل كله تحسه كلاسيك من اول المخرج مجدي ابو عميرة اللي عمل المسلسلات زي المال والبنون، وطبعا يتربى في عزه. خلاص احنا عايزين نصح لحد بقى الكاست، عندك يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، فانت عندك فعلا ناس قدام. ايه رايك في مسلسل زي ده باجواءه؟ فهل فعلا عوده ليحيى الفخراني ولا انت شايف حاجه ثانيه؟ بص هو لو هنتكلم باخر حاجه عملها الموضوع ده هيبقى عوده جامده جدا. يعني نجيب زي زركش كان موضوع جامد، بس اللي كان معلي وقتها بالنسبه لي برضه بجانب يحيى الفخراني طبعا الاستاذ الكبير محمد محمود فعلا بيضيف لاي عمل هو فيه. انت قلت اسماء حلوه، بس الواحد برضه عارف مفيش اللي يشيل معاه بالظبط الدنيا شويه. بس قشطه فاهم. لا انا عايز اتفرج عليها في قرار. انا بجد المسلسلات اللي انا مستنيها عتبات البهجه البرومو بتاعه حلو قوي، اللي هو فكره اللي هو اللي هيعملوا لي الاحتياجات الخاصه بتاع ذوي الاحتياجات الخاصه. بس يعني انا لاحظت اللي هم يعني صناع العمل ما عملوش الموضوع ده من البدايه، اللي هم يوصلوا المسلسل بلغه الاشاره والحوارات دي، لان في 7.5 مليون واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه موجودين في المجتمع. فهم عملوا الحوار ده بعد الاجتماع بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو قادرون باختلاف. هم خدوا الفكره اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه عاوزين يعني من حقهم زيهم زينا اللي هم يستمتعوا بالمسلسلات والكلام ده. فهي فعلا لفته عظيمه قوي من صناع العمل. انا بقى لما انت حكيت لي كنت فاكر ان الموضوع ان المسلسل بيتكلم عن ده فعلا انا كنت فاكر الموضوع ده بجد. يعني انا كنت فاكر اللي هو المسلسل طالعين بلغه الاشاره، بس فعلا اكتشفت اللي هم هيوصلوه يعني زي ما في مسلسل يعني في منه نسخه اللي هو العادي ونسخه اللي هو الاشاره. فدي حاجه فعلا حاجه كبيره جدا. حتى لو مسلسل ايا يكن اي تقييم لاي مشاهد بالظبط لاي منقد، بس دي حاجه تحترم وحاجه تخليه المسلسل دي قيمه كده ما بينهم. وفعلا هو اصلا قصه المسلسل اللي هو بقى بيبين لك الفرق بين الاجيال. يعني هو واحد سنه كبير في المسلسل فبيبتدي يخش مجال السوشيال ميديا والمحتوى، فعنده احفاد اصلا ليهم برضه في الكلام ده، فهو بيجيب لك بقى التصادم بتاع التفكير شكله معاصر، وكل يعني مثلا كل زمن بيتعامل مع الحاجه الاله اللي في ايده ازاي. هنستنى عتبات البهجة. انا مستني عتبات. احنا مستنيين عتبات نقضيها اهو. يلا اهو. خش على خالد نور وولده نور خالد وخالد نور. اسمه نور خالد وخالد نور وولده خالد. لا خالد نور وولده نور خالد. خالد نور خالد وولده خالد نور. يعني مين ابن نور؟ انا مش فاهم مين خالد. مين خالد اصلا؟ طب مين نور ومين خالد؟ وخالد الاب ولا نور؟ استنى اشرب القهوه اشرب القهوه. كان مع مسلسل المسلسل اللي بعده هو خالد نور وولد نور خالد، بطولة لأول مرة تجمع بين الاثنين الكوميديان زي كريم محمود عبد العزيز وبن شيكو. الاثنين ما عملوش اعمال تقريبا خالص قبل كده مع بعض، صح؟ لا ده اول تعاون ما بينهم. اول تعاون ما بينهم، والاثنين الصراحة كل واحد في الساحة الكوميدي او عامة بره الكوميدي في الدراما. بالنسبة لكريم محمود عبد العزيز فهو حافظ مكانه ليه كويس،
فبالنسبه اللي هو اول تعاون بينهم، فانا متفائل جدا بصراحه بالمسلسل نوعا ما. الموضوع اصلا الاثنين ده بيرمي الكوميديا بطريقه وده بيرمي الكوميديا بطريقه تانية. بالظبط، يعني شيكو نوعا ما بيعتمد على كوميديا الموقف دايما، هو هشام ماجد في مسلسلاتهم كلها، يعني مش كوميديا او افيه بقى وكده، على عكس كريم محمود عبد العزيز بالظبط. ده الافيه والكوميديا او اللي هو بيعتمد نوعا ما في الكوميديا اللي هي الجسد، بالظبط، اللي هو بيحاول بحركاته اللي هو بتاع زمان حلو والشغل ده، فاهم؟ فاللي هو فعلا بيعتمد على الحاجات دي. بس هو برضه بيقدر يرمي من كوميديا الموقف وقشطه. دي حقيقه. لا لا يفرش له كويس، هو كده كده مفيش حد يفرش له. لا فعلا انا شايف المسلسل نوعا ما مش القصه كامله، بس شايف جزء من القصه او من الحبكه، اللي هو حوار اللي الاب اللي هو كريم محمود عبد العزيز بيكون شغال في شركه، فبيحصل انفجار، فبيبتدي اللي هو يرجع يعيش بالزمن، بيكون هو وابنه في نفس سن بعض. فانا شايف ان الحاجه زي دي فعلا قريبه من سمير وشهير وبهير، لان هم لما رجعوا بالزمن كان نفس الحوار ده. دي حقيقة. فانت شايف ايه؟ فانتازيا الموضوع شكله لطيف، لان بصراحه في البرومو دي مش باينه، ما اعرفش، ما كنتش بركز في التفاصيل دي اكتر. بس لو هي كده يبقى حلو قوي بصراحه، يبقى في سبب منطقي يخليني ان انا بقى اقتنع ان ده يبقى ابو ده. عشان مثلا لما سالوا هنيدي في مره قالوا له هتعمل يعني ينفع تعمل فيلم وشيكو يطلع ابنك، فده الخريه وبتاع، هم تقريبا خدوا الفكره بقى من هنا. قال لك فاهم اللي هو طب ما يلا فاهم، فعلا عملوا كده. كريم محمود عبد العزيز بقى وشيكو الاثنين اختيار جامد جدا بالظبط، والبرومو حلو، بس هم برومو ما ادالكش ان فيه كوميديا كتير في المسلسل قد ما قشطه. يعني هو كده كده الاثنين دول اكيد هيضحكونا كده. بالظبط، ده كمان اللي فيه يعني في ناس حابه موضوع المسلسل اكتر. هو السبب تحسه تافه شويه، بس هو بالنسبه للمشاهد هو مش تافه قوي، اللي هو المسلسل بيتصور في العماره بتاعت مسلسل اللعب، هي فكره في نفس العماره. فانت وهم في المشاهد بتاعت العماره والحاجات دي، انت حاسس انت في مسلسل اللعب، فاهم؟ اللي هو هشام ماجد حاسس انت في الاجواء بتاعته بالذات شيكو كده. بالظبط، وانت شيكو معاك، فاللي هو انت في ايه ده تحدي انا بقى فاهم دي لعبه وهم ايه فاجئنا في الاخر وحقيقه تحدي مطلوب منهم. هي فعلا هي لو حصلت حركه زي دي فعلا في الاخر ممكن تحصل بداعي، عشان احنا ساعات بنعمل حاجات زي دي بداعي في فكره ان هشام ماجد يطلع فيبقى في رمي على ماضي بالظبط، اللي هو العماره بقى والاجواء والكلام ده مثلا، يعني مش هيبقى ده المين بتاع المسلسل. لا الموضوع ما يروحش كده خالص. بس وده كده كان مسلسل خالد نور ونور خالد، ولد ونور خالد. بقول لك ايه، احنا بقالنا كتير قوي بنفصل بقهوه، ما تيجي نحط حجر، شكل المسلسل اللي جاي تقيل. يلا انت عارف المسلسل اصلا ايه؟ المسلسل هنتكلم عن كوبرا. يستاهل الحجر ولا بلاش نرص؟ يستاهل اعلى حجر. رص شت كده. والمسلسل اللي بعده مسلسل كوبرا للفنان محمد امام، اللي طبعا من اول ما شفنا البرومو واحنا حاسين انه قريب من لمع القط شويه من ناحيه الاشخاص والكاركتر والقصه عامه. فانت ايه رايك في حاجه زي كده؟ هل فعلا اللي هو في لمسه من لمع القط ولا ممكن تكون القصه مختلفه نوعا ما؟ لا انا حاسس القصه مختلفه، بس ممكن يكون في من ستايل لمع القط. بالظبط، يعني هو فعلا اصلا القصه اللي هو برضو في جريمه قتل بتحصل او في حوار بيحصل في صراعات وبتاع، فهو بيبتدي برضو يهرب من مكان لمكان وكاركتر لكاركتر، بحيث اللي هو بيبقى متخير اللي هو عاوز يعمل خير ولا شر وهو في الصراع. بس هو اكيد الموضوع يبقى بعيد شويه، بس هو ممكن يكون نفس التيمه زي ما انت قلت. بالظبط، يعني هو اصلا عامه قصه المسلسل هنقولها بالمره، اللي هي هو طالع بدور ميكانيكي بيحصل له مشكله في النص، فالمشكله دي بتوقعه في اختيار اللي هو يا اما يبقى في الخير يا اما في الشر، فبيحصل صراع بين الاثنين دول. فانت يعني شايف هل المسلسل فعلا هل ممكن يحقق نجاح زي لمع القط اللي حققه ولا؟ بس انا شايف من بعد النمر وبعد لمع القط ومن بعد الحاجات اللي عملها محمد امام، لا هوجن كمان طبعا شايف اللي هو لا كده المسلسل ده اصلا من المسلسلات اللي في ناس كتير هتبقى مستنياها، في ناس كتير هتبقى حابه الموضوع بتاعه، والبرومو بتاعه كمان مبشر جدا، في شويه كوميديا ومعاه الكاست بتاعه كوميدي جدا. كاست كله كوميدي، محمد ثروت، احمد فتحي، وكزبره، ياسا النجم الصاعد طبعا. بس اتمنى ما تروحش في سكه مش لطيفه، بس يعني ما تروحش في سكه اسفاف او سكه هلسه اكتر، لان احنا بص انت اللي بنيت السقف للناس، يعني انت اللي عليت سقف الناس بعد هوجن وبعد نمت، فانت اكيد مش هينفع يعني انت ما ينفعش تعمل لمع القط. بالظبط، لمع القط ما كانش انجح حاجه زي ما نقول النمر وزي ما نقول، بس هو لما قلت نجاحه في اجواءه، يعني نجاحه مش في القصه ان هو يعتبر كان شويه قصه تقيل، يعني كان هو وطارق عماد كانت لسه كمان في بدايه حياتها اصلا. بالظبط، شويه اطفال فنوعا ما القصه ما كانش تقيل، فما كانش حد غير النمر وهوجن كان معاه حرفيا كان معاه ناسته كان معاه توله بجد في التمثيل ده بالمعنى الحرفي. بالظبط، فهو ده ممكن يكون اللي ساعده شويه، بالذات النمر تقريبا
النمر كان معاه بيومي فؤاد ونرمين الفقي ومحمد رياض، وكان يعني كان كوست بجد. اسماء انا من المسلسلات اللي انا مستنيها، وعرفت كمان انه 15 حلقه، فالموضوع هيبقى لذيذ قوي. وهي اول تجربه من 15 حلقه محمد امام عامه، يعني هو وعوده بعد غياب حلوه قوي. ومحمد امام خرج خلاص الحمد لله من القفص بتاع ده بيقلد ابوه، ده مش عارف بيعمل ايه، ده بص عادل امام اهو، عادل الصغير. ايوه في ناس فعلا مقتنعه بكده لحد دلوقتي اصلا فعلا لسه. لا في ناس بجد هي يعني هي خلاص في دماغها اللي انا شايف عادل امام صغير قدامي وهو بيقلده بحركاته بلازماته بكل حاجه. هي جينات، بس هو اتحصل فكره ان انا لازم اخرج من ده واخرج من العبايه دي، بس هو مش هيعرف يعمل ده، لان برضه مهما يحصل هيبقى فيه من ده. ساعات بيعملها قاصد، ساعات بيرمي عليها قاصد وحاجات بتاع، بس عادي يعني. باش كله عادل امام، هو برضه محمد امام ليه ستايله، ليه انا بحبه والله حبيبي. بس يعني نتمنى في الاخر اللي فعلا مسلسل كوبرا اول تجربه 15 حلقه لمحمد امام، فعلا محتاجين التجربه تبقى حلوه زي مسلسل النمر ومسلسل هوجن قبليه ومسلسلات كتير فعلا كانت ناجحه لمحمد امام. ففعلا نتمنى اللي هو يحقق نجاح ما يقلش عن النجاح بتاعت المسلسلات دي ان شاء الله يعني. ده باذن الله. بقول لك ايه انت عارف احنا هنخيل مسلسل ايه؟ مسلسل حق عرب. انت عارف بتاع مين؟ مع احمد العوض. مش هنعرف نرص حجر. اقول لك المسلسل ده محتاج ايه. طب ليك حق عرب. اصبر اقول لك محتاج ايه. شمر بس خلي بالك دي مش حقنه ادمان وكده. انت عارف جواها ايه؟ جواها هرمون تستوستيرون. هرمون تستوستيرون. هو اللي اتاكد لي بكده. هو قال لي ايه؟ قال لي لكل مشهد بيعمله وكل مسلسل بيعمله بيقوم ضارب حقنتين تستوستيرون، فبيطلع بقى في المشاهد زي ما انت بتشوف بقى اللي هو ما حدش بيقدر عليه على الله، وبيخش بقى فاهم بيتضرب كاسيت وبيتضرب رصاص. هو مأكد لي ان الحقن دي لما الرصاص بيتضرب فيه ما بيأثرش، يعني ما بتأثرش في الحقن الرصاص. يعني انت شفت في ضرب نار في اول بتاع كان بيجري بالموتوسيكل وفيه 5 وراه على بعد متر، خلصوا عليه خزنه واتأثر شتكم هو قبل المشهد قام فاهم مديها واحده كده وقام داخل ما رحمش. لا ده مش عايز له. انت فكك بقى من الشيشه والحجر والكلام ده يضرب حقن التستيرون. يلا بينا نبدا الحلقه. الموضوع جاي معاك في اشعار انزل لي باتل يعني ابيض بقى على الابيض على الله حكايتك. في جمل نازله على ظهر التكاتك بعد رمضان ده فعلا اتحقق. في ابديت جديد زي الموضوع بقى ايه فاهم، هتلاقي شويه تحساك كده حلوه. طب مسلسل حق عرب بنتكلم سكه ودغري تمام، بس انا ايه يعني هقول لك رايي وعلى الله بالظبط على الله حكايتك. يعني حاجه لو قبلك في عين شمس خلي بالك ما تقلقش. الفكره في هويه لا مش عارف. مسلسل حق عرب بالنسبه لي هو تكرار لمسلسل بابا المجان، بس ده الجزء التاني بالظبط. النسخه اللايت بقى لما امك تعمل لك بابا المجان في البيت فاهم، الكوشات الجاد استيكه بقى اسمه حق عرب فاهم. نجيب احمد العوضي ونخش يدينا لازمتين نشتغل باللازمتين بقى. مخرج مسلسل اسماعيل فاروق، عامل عبده موته وعامل وليه بقى في السكه اللي هو ربنا بس وما تقولش عيش لبعض الحلقه. بس انا يعني انت ممكن تكون متفق معايا فعلا في النقطه دي زي ما انت قلت، اللي هو احمد العوضي بالذات بقاله كام سنه فعلا قدر يسرق قلوب الطبقه الشعبيه اللي احنا كمان منها فاهم. فالادوار بتاعته هو قريب من الشارع، حتى كمان هو بيخدم ده بايه اللي هو لما بيطلع حتى بره الكاركتر، لما بيستضيفوه في برنامج او حاجه فهو فعلا بيروح بالكاركتر الشعبي مش بيروح فاهم اللي هو كده. يعني اسمع اقطعك بس اللي هو على عينه وعلى راسي السفايه ده. انت احمد العوضي ممثل جامد، ممثل كويس كل حاجه، بس عارض شعبي ما خلاص احنا زي ما هو برضه ملوش كبير زي ضرب نار الفرق بس ان ده كان صعيدي، ده كان عادي. اللي لما طلع مع ياسمين في الملوش كبير، هنا الموضوع خلاص مبقاش فيه ياسمين معلش انفصلنا في الدنيا. بس يعني اتمنى المسلسل فعلا ما يبقاش نجاح شعبي بس، يعني يبقى نجح فنيا زي ما هو نجح شعبيا. بعدين بعيد عن رأينا ما اكتبوا برضو علاقة معاه وقولوا لنا احنا بنتكلم في منظور صح ولا احنا ممكن نكون مبالغين شويه في الموضوع. ايه احنا مش هناخد حجر ايه ده؟ مسلسل المنداح. مسلسل انت قاعد ساكت كده؟ مسلسل المنداح. المنداح انا اعرفه والله ما اعرفه. تشرفن. نيجي بقى للمسلسل اللي بعده، مسلسل المداح أسطورة العودة. ناس كتير بعد ما شافت البرومو وشافت اللي هو عودة لجزء المداح من اول وجديد، بعد طبعا الموسم الثالث اللي فات كان ضعيف قوي بغض النظر اللي هم كانوا ضايفين كاست تقيل، بس فعلا المسلسل احداثه كانت ضعيفة.
في ناس شايفه ان الموسم الرابع ده فعلا هيبقى يعني تاني مثلا اتقل موسم بعد الموسم الاول. فانت شايف ايه بقى يا عزيز؟ لا بس يعني انا عامه شايف المسلسل زي المداح ان انت فعلا رجعت ترجع اجواء الرعب تاني من بعد ابواب الخوف والحاجات دي. فانت فعلا حماده هلال اتقن حاجه زي كده وكل الناس حبته بدور الشيخ صابر المداح. فهل احنا مثلا اللي احنا كان عندنا وجهة نظر غلط في الجزء اللي فات اللي احنا شفناه اللي هو ممل شويه، ولا فعلا المسلسل كان من اول كده بس احنا عشان حلاوه البدايات في اول جزئين فاحنا كنا معجبين بالمسلسل ده؟ بس نوعا ما كان بيعمل دراما. المداح 2 كان حلو جدا. المداح 3 برضه القفله كانت تحفه، وكلنا عرفنا اصلا من القفله اللي هي بتاعت المداح 3 اللي فيه جزء رابع. لا بس معلش انت بتتكلم عن الجزء الثالث اللي انت مخلي المسلسل كله عامله عشان القفله بتاعته. انت بتتكلم انت نوعا الاحداث نفسها الريتم بتاعها كان بطيء قوي. انت كنت بتتكلم في حلقات 28 و29 والريتم كان بطيء. يعني انت جيت في الحلقه الاخيره رميت كل حاجه، كروت كل حاجه. يعني اتمنى فعلا ان الجزء الرابع من مسلسل المداح يعني حتى لو ده ختام للسلسله، وممكن ما يكونش ختام، ممكن يكون في خامس وسادس ويعملوا بقى حاجه زي الليالي الحلميه. بس اتمنى فعلا لو هو الختام بتاع السلسله دي، فانا فعلا اتمنى اللي هو يكون مسك الختام وجزء يليق بالجمهور المصري. اقول لك ايه، تعالى بقى نعمل حاجه على المسلسل ده. ايه خلاص جبت اخرك؟ طب نعمل قهوه طيب. طب ايه طيب في ايه؟ قول لي. ده المسلسل ده مسار اجباري. والمسلسل اللي بعده هو مسلسل مسار اجباري للشابين عصام عمر واحمد داش، واللي فعلا زي ما انت كنت بتقول اللي هو فعلا ده يبقى الحصان الاسود بتاع رمضان. دي حقيقة. اللي هو المسلسل مش عامل دوشه، يعني مسلسل نوعا ما الدعايه بتاعته ممكن تكون قليله شويه، مش مطلعينه قوي زي العتاوله والحاجات دي اللي عاملين له دعايه من قبل كده. ففعلا حوار الدعايه ده ممكن يفرق اصلا في نجاح المسلسل. حوار الدعاية بالنسبة لي السوشيال هو اللي هينجح المسلسل. بس بالنسبة لي الناس مستنية الكيمياء اللي هتحصل ما بين الاثنين. الناس مستنية عصام عمر في دور جديد بعيدا عن بالطو وبعيدا عن الزاوية، مع انه برضه عمل ده في مسلسل اللي هو بتاع بطن الحوت. بطن الحوت. اللي هو انت دلوقتي جايب شابين لسه مش هقولك في بدايه حياتهم لانهم عاملين اعمال كتير ناجحه، فمش في بدايه حياتهم خالص، بس انا بقولك اللي هم فعلا عندهم تقبل اللي هم يضحوا بحاجه عشان خاطر يمثلوا. معلش بقى انا مش نجم فما ينفعش اتضرب في مشهد كذا، لا انت لازم تبين لي حاجه واقعيه. بس انت جايب ناس عندها شغف ان هي تعمل اقصى حاجه عندها عشان لسه تثبت نفسها، عشان هي بالظبط اول الطريق. حتى بنجاح احمد داش في جعفر العمدة، بس بحب في احمد داش ان كل مره بحسه عايز يقدم حاجه جديده. دي حقيقه بيحاول يعلي على نفسه كمان. بالظبط. فانت جايب ناس هم كده عايزين، هم لسه في البدايه، يعني زي برضه النجوم اللي ليهم اسمائهم وليهم احترامهم كانوا لسه في البدايه، فعملوا افلام مرمطوا فيها وطلع عينيهم فيها. باستثناء بقى ما ينفعش يتضرب والحاجات دي دلوقتي. بس نسنا دي خليها على جنب فعلا عشان ده حوار كبير. انما انا اللي مخليني متحمس للمسلسل بعيدا برضه عن الفكره وبعيدا عن البروم، فكره ان المسلسل من اخراج نادين خان ما عملتش عمل وحش خالص يعني. وده مش اول تعاون بينه وبين احمد داش، ده تقريبا تالت تعاون، لان هي عملت 7 جار، وعملت ابو صدام كان احمد داش فيه مع محمد ممدوح، وعملت مين قال. بالظبط. هي عامه قصته عن اتنين يعني اخين، واحد اسمه حسن وواحد اسمه حسين. الاتنين بعد ما ابوهم بيموت في لقطه في البرومو لما كانوا شايلينه على التابوت وبتاع، بيظهر بقى مشاكل، وبيظهر كمان رشدي الشامي طالع تقريبا بدور فيلن غالب، او رشدي الشامي ده اقسم بالله فعلا ممثل يعني لو طالع ساكت هو بيوصل لك بعينيه كل حاجه، زي في مسلسل جوله اخيره فعلا في مشاهد كتير هو مش محتاج يتكلم. ده جامد قوي، هو بجد ياخد حقه كفايه، هو يستحق. هو غالبا طالع عايزين منتصف الاول برضه كان دور جامد. دي حقيقه. كان هنا بدايه مين الراجل ده. فان شاء الله المسلسل ده انا حاسس ان هو هيعمل حاجه كويسه. يا ريت والله، انا فعلا اتمنى حاجه زي كده. نجاح ليهم عامه يوديهم لمكان اعلى من اللي هم فيه فعلا دلوقتي. بالظبط. وانا بحب الاثنين وبحب الكاست كله بتاع المسلسل، وان شاء الله نشوف حاجه. بس وان شاء الله المسلسل يكون فعلا زي ما هو قال 15 حلقه، فنتمنى فعلا نشوف حاجه تقيله يعني تبين لنا الحب اللي احنا بنحبه لاحمد داش وعصام عمر، وتوصلهم لمكان اعلى فعلا من اللي هم فيه دلوقتي. المسلسل اللي بعده اشغال شقه. المسلسل اللي بعده اشغال شقه كوميدي برضو بس يعني. ايوه شوف هشام ماجد بقى واسماء جلال ومحمد غريب ومحمد محمود وبتاع. يلا المسلسل اللي بعده هو مسلسل اشغال شقه بطوله هشام ماجد واسماء جلال ومحمد غريب والفنان القدير محمد محمود. وفي فعلا يعني لفته جميله من صناع العمل، او هي مش لفته، اللي هم حاجه جميله فعلا اللي هم جايبين الفنانه القديره انعام سالوسة في كذا مشهد في المسلسل، وظهرت في البرومو. فانت حسيت في البرومو وانت بتشوفها اللي انت حاسس ببهجه. فانت يعني هل انت شايف اللي هي فعلا ضايفه اجواء للمسلسل ولا لا؟ بس ما عملتش حاجه، فهي كده ضايفه بوجودها والله العظيم. بص لو ما اتكلمتش حد فاهم، هي كده هتبقى
حتى في مسلسل الصفاره انت اكيد فاكر بالظبط يعني فعلا المشهد بتاع الحمام بتاع احمد امين مكلمه في التليفون وابتدت يعني كان مشهد بجد كان تقيل. في رساله ومشهد مهم جدا في المسلسل ولا كان وجودها فارق، حتى ما كانش دورها اكبر حاجه بس عشان برضه السن والصحه كده. يعني هو في يعني مخرجين كتير او كده بيبعدوا عن الممثل لما بيوصل لمرحله اللي هو بقى سنه خلاص كبر وبتاع، بس بغض النظر اللي فيه فعلا ممثلين ليهم بصمه حتى لو طلعوا نايمين مش بيتكلموا، فانت فعلا مجرد ما بتشوفه انت حاسس بجو حلو في المسلسل. مصطفى غريب فكره ان هو من الكبير يبدا يروح لمنطقه ان هو مثلا يعمل في اشغال شقه واخد مع هشام ماجد يعتبر دور بطوله بالظبط بجد. وعلى فكره ضحكني جدا في الدور بالمناسبه، وهو كوميديان شاطر ولسه هتشوف منه حاجه. وقبوله كمان في الكبير اظهر في المسلسل الكبير ان قبوله عالي قوي اللي انت تعمل دور ده ما حجموش بقى يعني، ده ما حجموش في الكبير. ده حقيقي طلع الكبير وهيعمل اشغال شقه، هيعمل الموضوع بشكل لذيذ، مشارك كده في مسلسلين تقريبا، تأليف شيرين دياب وخالد دياب. ده خالد دياب يعني بالنسبه لي عامل الفيلم اللي هو مخلد، هو موفق الصراحه في السينما اكتر، ان هو في التلفزيون مش موفق قوي، بس هو اللي هو توفيق السينما وعمل فعلا فيلم زي عسل اسود طبعا. يعني انت هو لو ختم حياته بعسل اسود انت خلاص. فلما مش عارف ان عسل اسود تأليف اصلا خالد دياب، عسل اسود ببساطه قوي لما عرفت فاطمنت اللي لا ده في كوميديا قوي، بس هتترمي برضو من السكه بتاعت عسل اسود. واسماء جلال في المسلسل، اسماء جلال ما اسماء جلال بقى واحد هيجيله بعد رمضان بالظبط خليه بعد رمضان بقى يعني بجد اسماء جلال من ضمن الممثلات الشابات اللي يعني اللي انا بحبهم بشكل كبير فعلا، وقبولها حلو فعلا بجد. انا بحبها بشكل كبير بالظبط. لا انا بجد بحبها انا والله بجد بحبها. قصه المسلسل اللي هو طبيب شرعي بيتجوز اللي هو بيرزق بتوأم، مراته بتولد توأم، فبيبتدي اللي هو يدور على مربية منزل اللي هي تقوم بقى بدور التنظيف والتربية والطبخ والحاجات دي. فبيحصل بقى اللي هو كذا واحدة بتجيلهم. فاكر انت مسلسل الكبير لما هدية كانت عاوزة شغالة وجاب لها كذا، هو بالظبط نفس الحوار ده بالظبط، بيجي كذا شغالة وهو بقى بيحاولوا يختاروا منها، فبيحصل بقى مواقف من كل شغالة والأسرة دي، فهو ده بقى اللي بيحقق الكوميديا نوعا ما. بس هو المهم المسلسل 15 حلقة، وإن شاء الله فعلا حاجة تليق بهشام ماجد وتليق بالكوميديا المصرية ونستمتع بقى بإذن الله. هنشوف أسماء جلال وهنشوف أسماء جلال رقم 1. بص احنا نرتبها قايمة، هنشوف أسماء جلال وهنشوف بقى بعد كده هشام ماجد بقى، محمد غريب، محمد محمود، مصطفى غريب بقى، محمد محمود، الدنيا في اللذيذ. احنا كده اتكلمنا يعتبر عن اكتر 10 مسلسلات هيبقى فيهم شغل وتمثيل بقى وانتاج وحاجات جامده. دي حقيقة. ففي طبعا مسلسلات تانية هنقولها في اخر الفيديو، بس مش هنقول تفاصيل ليها، هنقول بس هي كام حلقه. فتعالى كده كل واحد يعمل قائمه خاصه بيه التوب 5، والتوب 5 هنا مش رقم واحد هيبقى احسن من رقم 5، هما الخمسه حلوين، الخمسه كلهم زي بعض حلوين، يعني مش ترتيب درجات. يعني مش تصاعدي، فاهم اللي هو مثلا واحد احسن بعد كده، لا هو احنا هنعملها من 1 و5 كلهم واحد. فانت ممكن تبدا بقائمتك كده مثلا. ماشي، انا بالنسبه لي رقم 1 الحشين سواء ترتيب او غير. رقم 2 العتاوله، كنت مستني العتاوله بالظبط. رقم 3 بعد تحفظات طبعا، بس عشان النجوم اللي فيه دي حقيقه كاست تقيل. 3 كوبرا. 4 ممكن اختار من بره، ممكن تختار من بره، مش شرط بوسترات تعلقها في بوسترات بره. 4 اشغال شقه تمام. و5 ممكن اختار مسار اجباري. طب اقول انا قائمتي بقى. طبعا رقم 1 الحشاشين، اوكي، يا ليه العتاوله، تمام، يا ليه المداح لان هو ليه مكانه خاصه عندي بصراحه، اشوف يعني دي بصراحه ليه. وعندك خالد نور وولد نور خالد، تمام. ومش عارف يعني الرقم 5 مش عارف احط مسار اجباري ولا كوبرا بصراحه، يعني انا بحب ده. ممكن احط الاثنين مناصفه، يعني كوبرا ومسار اجباري، يبقى كده في عدل بصراحه في الموضوع. نبدا طبعا بمسلسلات 15 عتبات البهجه 15 حلقه، كوبرا 15 حلقه، خالد نور وولد نور خالد برضو 15، اشغال شقه 15، مسار اجباري 15، صيد العقارب 15، وبابا جه 15، مسلسل ألف ليلة وليلة بتاع جودر بتاع ياسر جلال برضو 15، سر إلهي اللي ليه اسمين في مصر هنا سر إلهي، وفي الوطن العربي اتغير لاسمه بالقانون، في يعني شوية حاجات كده مش عارف اتغيرت ليه، برضو 15 حلقة، أعلى نسبة مشاهدة 15 حلقة برضو، وفي الآخر نعمل أفوكاتو برضو 15 حلقة. كده بقى لك مسلسلات 30 مش حشاشين 30، العتاولة 30، المداح 30، حق عرب 30، بيت الرفاعي 30، امبراطورية ميم 30. حاسس اقول النتيجة
معلم 30 بس. باذن الله كل رمضان وانتم مبسوطين وسط اهلكم وسط حبايبكم، وكل رمضان وانتم مبسوطين اكتر من اللي قبله. وفي الاخر انا بجد انا يعني مبسوط فشخ ان انا معاك بجد. الراجل ده المخرج بتاعي، الراجل ده هو اللي دربني تمثيل، الراجل ده بجد دايما والله. وفي حوار البودكاست وقف على معايا. صاحبه واخوه احب اوصل شكر برضو لشيكا ورا الكاميرا. قد حابب اشكر برضو ناس مهمين جدا في حوار اللي هم يكونوا يسعوا في الحوارات ده، اهلي بجد. في حوار طبعا في حوار اللي هم دايما بيدعموني في حاجه زي كده، فانا مبسوط منهم قوي. صحابي بجد بجد انا مش هقول عليهم صحاب، هم اخواتي فعلا. دايما لما بيلاقوني مثلا بطلت تصوير فيديوهات او بتاع، الاقيهم داخلين يكلموني انت بطلت تصوير ليه، ما بتنزلش فيديوهات ليه. ففعلا اشيل لهم يعني حاجه كبيره قوي. والناس اللي دخلت حياتي مؤخرا زي تارجت تيم، بجد برضه انا بحب الناس دي كده اللي انا بحب تارجت تيم جدا. ده فريق مسرح وانا اللي شغال فيه. الفريق ده بيعمل مسرحيات، وان شاء الله لما ينزل مسرحيات قدام هبقى اعمل فيديو واقول لكم اللي عاوز يعني اللي بيحب حوار المسرحيات ده يبقى يجي يتفرج. بس في الاخر يعني يا رب الحلقه تعجبكم. وفعلا احنا لسه كبدايه مش عارفين في الاول يعني هل فعلا لو عجبتك اكتب الحلقه في الكومنتات عجبتك وايه اكتر السلبيات. فعلا انا هبقى مستني اسمع السلبيات اكتر ما انا مستني اسمع الايجابيات عشان ابتدي اطور من نفسي. وبس في الاخر رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا مبسوطين. سلام.